السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جريد 6؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض تقييمات الاسبوع السادس، تقييمات الاسبوع الثالث في مادة الساينس جريد 6 2026 سكند تيرم. يلا بينا نشوف الأسئلة بتاعتنا عبارة عن ايه. طيب خلينا نبدأ بالفيرست تيست، الاختبار الأول. طيب هنا بيقول لي complete the following. number 1 the convection current to move in space direction. الكونفكشن كارنت تيارات الحمل الحراري بتتحرك لايه؟ ان فيرتيكال دايركشن، في اتجاه رأسي لفوق ولتحت فيرتيكال. لكن الويند الرياح بتتحرك ان هوريزونتال يعني افقي. طيب نمبر 2 when we put a jar of hot water blue color on the top of a jar with cold water red color the color is base. طيب هنجيب تو جار، هنجيب برطمانين، واحد فيه هوت ووتر ولونه بلو، والتاني فيه كولد ووتر ولونه احمر. هنحط الهوت فوق الكولد، يعني السخن فوق. طالما السخن فوق يبقى دونت ميكس، طالما كده كده هو اصلا السخن لازم يكون فوق لان هو لو دنسيتي، يبقى مش هيحصل دونت ميكس للكولرز. طيب نمبر 3 the warm moist air is less density. الهواء الرطب الدافي بيبقى كثافته اقل، يبقى less density. بعد كده بقول لي give reason the region near the two poles are very cold. لكن ليه الاماكن اللي قريبه من التو بولز القطبين بتبقى برد؟ لان السان ريز اشعه الشمس fall very inclined، تسقط مائله جدا. طيب بعد كده بيقول لي what happen when very dry wind blew over an area of the land. ايه اللي هيحصل لما منطقة يعني dry wind رياح جافة تسقط فيها؟ يبقى هيتكون الديزرت، يبقى desert formation. طيب خلينا نشوف تيست نمبر 2. طيب هنا بيقول لي read the following statement then correct the incorrect one. هنصحح الجمل يعني. نمبر 1 the convection current move horizontally. تيارات الحمل الحراري بتتحرك horizontally افقي، لا هي vertical رأسي. نمبر 2 warm moist air is dense than cold one. لا طبعا الكولد اير الهواء البارد هو اللي more density كثافته عالية. تمام يبقى هنبدل. طيب نمبر 3 water level in lakes is decreased due to increased evaporation. مستوى المية في الليكس في البحيرات هيقل لو زاد الايفابوريشن، معدل التبخر، صح؟ طب ما الايفابوريشن لو زاد هيحصل دراوت، جفاف، اصلا الارض هتنشف. يبقى كوركت صحيحة. طيب what happen when ماذا يحدث عندما very dry wind blew over an area of the land. تخيل لو ساعة ما تشوف dry air dry wind يعني هوا جاف او رياح جافة، اعرف ان في ديزرت هتتكون، في صحراء هتتكون، يبقى ديزرت فورميشن على طول. تمام. طيب give reason the region near the equator are very hot. الاماكن اللي قريبة من خط الاستواء ليه سخنة؟ هنقول because sun ray fall perpendicular. because sun rays fall perpendicular لان اشعة الشمس بتسقط عمودية. طيب بعد كده خلينا نشوف الثيرد تيست، الاختبار الثالث. complete the following. اكمل الجمل. نمبر 1 the cold gases are space dense than the warm gases. اولا الغازات البارده more density كثافتها عاليه، يعني بتبقى تقيله. طيب نمبر 2 the space air form desert. انهي نوع من انواع الهواء بيكون الصحراء؟ الدراي اير. طيب نمبر 3 the region near the equator. الاماكن القريبه من خط الاستواء بتبقى very hot. طيب نمبر 4 give reason desert formation. ليه الصحراء بتتكون؟ نتيجة الهوت دراي اير، الهواء السخن الجاف. تمام. تمام. طيب بعد كده بقول لي what is the result of ما نتيجة كل من difference of air particle temperature. تخيل لو درجات الحرارة اختلفت بالنسبة للموفمنت هيحصل convection current، تيارات حمل حراري، السخن لفوق والبارد لتحت، يبقى hot particle rise up while cold one go down. خلينا نشوف الهوم وورك بيرفورمانس. طيب answer the following question. هنجاوب على الأسئلة دي. نمبر 1 explain the role of gravity in water cycle in nature. طيب تعالوا قولوا لي كده، عدوا معايا الووتر سايكل الجرافيتي بتلعب دور ايه فيها؟ اول حاجه البريسبتيشن، عمليه الهطول. يعني عشان المطره تسقط لازم يكون في فورس، في قوه بتشد الرين الامطار والحاجات دي، يبقى اول حاجه البريسبتيشن. تاني حاجه بتساعد في عمليه الران اوف، عمليه الجريان، ان الوتر يحصل لها فلو وتقعد تجري كده من على الماونتين من فوق لتحت. طيب وتالت حاجه الليكج اوف ووتر اندر ايرث، تسرب الميه تحت سطح الارض، اللي هي الفورميشن اوف الجراوند ووتر. يبقى الجرافيتي بتلعب دور في ثلاث حاجات: بريسبتيشن سقوط الامطار، والران اوف
تمام، وعندي طبعا الفورميشن اوف الجراوند ووتر. طيب بعد كده بقول لي explain the role of sun in wind movement. هي الصن لها دور في الويند موفمنت، حركه الرياح. اولا حركه الرياح حركه هواء طالع وهواء نازل. طيب ما هو عشان الهواء يطلع وينزل لازم يكون في ديفرنت في التمبريتشر، اختلاف في درجات الحراره، صح؟ تمام، لان انت عارف ان الاير الهواء بتاعك لما بيحصل له هيت بيسخن، يعني بيحصل له رايز اب لان الدنسيتي بتقل، والكولد اير يحصل له ريبليس يجي مكانه، يبقى هواء سخن لفوق هواء بارد لتحت، اللي هي الكونفكشن كارنت، تيارات الحمل الحراري، هواء طالع وهواء نازل. والسبب في ده اللي هو الديفرنس ان تمبريتشر، اختلاف درجات الحراره. يبقى when solar energy heat up air its density decrease، كثافته هتقل ويحصل له rise up، والكولد اير يعمل له replace يستبدله. طيب بعد كده بيقول لي what happen if، ماذا يحدث لو place a jar with hot water اللي هي البلو color on the top of a jar with cold water. لو جبت جار فيه ميه سخنه ولونه ازرق وحطيته فوق جار لون الميه فيه احمر وبارده، يعني السخن فوق والبارد تحت. اولا مش هيحصل ميكسنج للكولر، تمام؟ ليه؟ لان كده كده السخن فوق لان هو خفيف، تمام، والكولد تحت لان هو تقيل، يعني الهاي دنسيتي تحت واللو دنسيتي فوق، فدونت ميكس الكولرز، الالوان مش هتختلط. طيب نمبر 2 the difference of air particles temperature. تخيل ايه اللي هيحصل لو حصل اختلاف في درجات الحراره. طيب بالنسبه بقى للكونفكشن كارنت، السخن لفوق والبارد لتحت، يبقى the hot air، تمام، لو دنسيتي فيحصل له رايز اب، والكولد اير هاي دنسيتي فيحصل له جو داون، سخن لفوق بارد لتحت. طيب بيقول لي بعد كده جيف ريزون، قول لي السبب. دراي اير فورم ديزرت. ليه الهواء الجاف بيكون الصحراء؟ لانه بيعمل دراي لللاند يا ولاد، لانه بينشف الارض، فبيعمل ايه؟ فورميشن اوف ديزرت، لانه هو بيبقى ناشف بمعنى اصح، وبيبقى سخن فبيكون الديزرت. طيب بعد كده بيقول لي read the following statement، اقرأ الجمل دي. the incorrect one، يعني صحح الجملة الخطأ. number 1 the wind is formed by cold air rise up then replaced by hot air. طيب اولا احنا عارفين ان الهواء مين اللي بيطلع لفوق؟ الهوت، يبقى هوت اير هو اللي رايز اب، لكن الكولد اير هو اللي جو داون، تمام، يعني هنبدل ما بين الهوت والكولد، تمام كده. طيب بعد كده نمبر 2 earth revolving is a reason for wind direction determination. صح، كوريكت. انت عارف ان الويند دايركشن، اتجاه الرياح بيحددها حاجتين، يعني عشان الرياح تتحرك في اتجاه معين حاجتين اللي بيحددوها، الاماونت اوف السولار راديشن، كميه الاشعاع الشمسي، وكمان الارث روتيشن، دوران الارض حوالين نفسها. طيب نمبر 3 heat transfer from hot water to cold water، يعني الحراره بتنتقل من الهوت للكولد، صح؟ القاعده بتقول ان السخن يدي للبارد، يبقى من الهوت للكولد، يبقى كوريكت، اجابه صحيحه. طيب بعد كده بيقول لي نمبر 4 the volume of water pool increase by increasing the rainfall. هنا بقول لي الفوليوم يعني حجم الووتر، حجم الميه اللي موجود في بول، في بركه، يعني يحصل له انكريز، هيزيد لو حصل انكريزنج في الرين فول، يعني سقوط المطر، كل ما المطره تنزل كتير حجم الميه بيزيد طبعا يا ولاد، وكل ما الرين بتاعتي، المطره بتاعتي، يحصل لها ديكريز، تقل، يحصل دراوت، يحصل جفاف، يعني كل ما تزيد مطره الليفل بتاع الووتر يزيد، مستوى الميه يزيد، والعكس صحيح، تمام. طيب سؤال نمبر 5 بيقول ايه؟ the water cycle help to maintain stable water level on earth. يعني ايه؟ هنا بقول لك ان الووتر سايكل، دورة المياه، هتساعدنا ان احنا نعمل مانتين، توازن في الستيبل اوف ووتر ليفل، يعني نحافظ على ثبات نسبة المية، لان انت عارف ان الووتر سايكل المية بيبدأ يحصل لها evaporation، بعد كده condensation، وبعد كده نكون الكلاود، وبعد ما الكلاود تتكون الطبيعي ان بيحصل بريسبتيشن، سقوط للمطر، فالميه ترجع تاني، وهكذا، يعني ميه نازله طالعه، ميه نازله طالعه، تمام كده. فده احنا بيخلينا نحافظ على نسبه الايه، الليفل اوف ووتر.